انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. انت تحت صوت مسلات فاضي مسلات ما فهمش الرسل هنا فسخ الرسل ايوه زي خاطر كان يقولوا باش نحصل النازعات ما هيش مشكله حرام تصل التكبير ولا ايوه بس وإذا البحار سجرت علمت نفس وإذا النفوس زوجت علمت نفس وإذا الموءودة سئلت علمت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. طيب تراها أنتم أشد خلقا أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها والجبال وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى يسألونك عن وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. علينا حاليا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه